مش كل الشيخ زايد الشيخ زايد. ناس كتير بتخلط ما بين منطقة الشيخ زايد الجديدة ومنطقة الحزام الأخضر. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بينهم. لو بصينا على تخطيط المنطقتين هنلاقي منطقة الشيخ زايد الجديدة ومنطقة الحزام الأخضر على محاور قريبة قوي زي اسكندرية الصحراوي ووصل الدهشور محور الضبعة والدائري الأوسطي. لو جينا نتكلم عن النسب الإنشائية الأول في المنطقتين هنلاقي منطقة زايد الجديدة تخطيط عمراني متكامل بتوصل ل 25% نسبة إنشاء زائد الخدمات. أما بقى لو بصينا على الحزام هنلاقيها إسكان فاخر بنسبة إنشاء 15% فيلات فقط، والخدمات الدولة بتخطط لها دلوقتي في المنطقة دي. وفي الآخر كل واحدة فيهم ليها مزايا في الاستثمار. يعني لو بدور على قيمة مقابل سعر في مكان إسكان فيلات بس وكل الخدمات حواليه أختار منطقة الحزام الأخضر. لو بندور على مجتمعات كبيرة في مدينة من مدن الجيل الرابع وفيها خدمات أكبر هختار طبعا زايد الجديد. شوف